فيلم من أهم الأفلام في السينما المصرية. الفيلم ده بيغير في القانون المصري، وبالحيلة اشترك فيه ممثل ونجم كبير هو رشدي أباظة. لو عاوز تعرف الحكاية تابع الحلقة دي معايا. الفيلم من بطولة فريد شوقي وأحمد مظهر، ومعاهم نور الشريف والفنانة الكبيرة هند رستم، ومن إخراج المخرج الكبير حسام الدين مصطفى. الفيلم أنتج سنة 72 وعرض لأول مرة سنة 1973. الفيلم ساهم في إعادة صياغة القوانين المصرية والخاصة بالسجون، واللي سمحت فيما بعد للمسجون إن هو يزور أهله بضوابط محددة، خاصة لو أهله بيعانوا من المرض أو ما عندهمش القدرة على زيارته في السجن. الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو فيلم كلمة شرف. بتدور أحداث الفيلم عن المحامي الشهير اللي اسمه كامل أبو النجا، واللي بيقوم بدوره الفنان الكبير فريد شوقي، واللي دخل السجن بسبب جريمة ما ارتكبهاش، واللي كان ارتكبها أخو مراته، واللي بيقوم بدوره نور الشريف اللي هو أخو مراته الفنانة الكبيرة هند رستم. دخل فريد شوقي اللي هو كامل أبو النجا السجن، وبدأ إن هو الأيام تمر عليه، لكن كان مصمم إن هو يعرف زوجته هند رستم الحقيقة، وحاول يهرب أكتر من مرة، لكن في كل مرة يتقبض عليه، وتبدأ تزداد الأحكام أكتر وأكتر. في التوقيت ده جه مأمور جديد للسجن وهو الفنان أحمد مظهر، اللي بدأ يسمع قصة كامل أبو النجا بكل جوانبها، وبدأ يخرج إن هو يعمل تحريات كاملة عن الموضوع، عن قصته. بالفعل أثبت براءته، لكن اللي حصل ما كانش متوقع. اللي حصل إن نور الشريف دليل براءة كامل أبو النجا اتقتل في حادثة. المأمور جاب كامل أبو النجا لأوضة مكتبه، وبدأ يحكي ليه اللي حصل، وزي ما قلت لكم إن انتهى دليل براءته مقتل أخو مراته. لكن وقتها كامل أبو النجا طلب غريب. طب إيه هو الطلب؟ طلب إن هو يزور مراته اللي بتلفظ أنفاسها الأخيرة. طبعا الكلام ده غريب ومختلف عن قوانين السجون المصرية في الوقت ده، إن سجين يطلع يزور حد من أهله. وقتها المأمور أحمد مظهر بدأ يكون متوتر، وبدأ يفكر مع التعاطف مع كامل أبو النجا، إلا إن في النهاية اتفق معاه إن هو يروح يزور مراته لمدة معينة ويرجع في توقيت معين، وخد منه كلمة اسمها كلمة شرف. كلمة شرف. أثناء زيارة كامل أبو النجا لزوجته في البيت حصلت المفاجأة، وهي زيارة للواء كبير عشان يفتش على السجن. وقتها المأمور قلبه وقع في رجليه، لأن كامل أبو النجا لسه مرجعش. طبعا اللواء الكبير ده اللي بيقوم بدوره هو الفنان الكبير رشدي أباظة. حاول المأمور إن هو يعطل اللواء في زيارات مختلفة داخل السجن، لعند لما اللواء طلب إن هو يزور زنزانة كامل أبو النجا السجين الخطير الهادئ. بدأ اللواء يسأل كامل عن أخباره في السجن، قال له إن الأمور تمام، خاصة مع المأمور الجديد، وإنه خلاص بطل يهرب لأن هروبه ما بقاش ليه معنى، وقال له كلمة شرف. قال له كلمة شرف. بعد عرض الفيلم حصلت ضجة كبيرة ومناقشات اجتماعية متعددة، وبالتالي انتهى الأمر بإعادة صياغة قوانين السجن. بدأ يسمح للمسجون إن هو يزور أهله خارج السجن، لكن بضوابط محددة. طبعا بقى هقول لكم ازاي رشدي أباظة اشترك في الفيلم بمشهد واحد، وهو كان نجم كبير في التوقيت ده. في يوم من الأيام اتصل فريد شوقي على رشدي أباظة وقال له: يا رشدي، هو مين في مصر يقدر يخوف فريد شوقي وأحمد مظهر ويطلع بدور لواء كبير في مشهد واحد؟ مفيش غير واحد، هو رشدي أباظة. قال له: خلاص يا فريد، أنا معاك.